اياد يا بنت، يا دينا، تعالي فين التلفزيون ده؟ رؤى، انا المايك فتح بس ما سمعتش صوتك. اي حد يتكلم يا جماعه، الصوت اخباره ايه؟ تمام يا مستر. تمام. ازيك يا جون؟ كل سنه وانت طيب يا جون. حضرتك طيب يا مستر. طيب تمام. هنخلص باذن الله، مش هنطول النهارده يعني، عشان عارف انت ايه البرنامج بتاعك بعد الحصه رايح فين؟ ايه ايه البرنامج بتاعك رايح فين؟ المفروض لسه بقى القداس شغال، فبعد القداس بقى هنفطر وكده. ما انت اهم حاجه الفطور ده، انا عايز اسمعها يعني. طبعا. يلا عيد سعيد يا جون. يلا. شكرا يا النهارده يا مستر. شباب، طبعا احنا هنعمل النهارده 3 حاجات بالظبط. تمام. اول حاجه احنا هنتكلم النهارده على الرايتنج، هنتكلم على الستوري او البلاي يعني. تمام، هي الاصح طبعا بلاي. وبعديها هراجع الواجب بتاع المحاضره الثانيه والثالثه كما ينبغي. يعني مش فاكر رجعنا المحاضره الثانيه ولا لا، بس الثالثه هراجعه كما ينبغي عشان انتوا خدتوها ايه مسجله، اللي هي هشرح القاعده وهختار جمل وهحاول ان انا برضو ايه احيي الدنيا يعني. تمام. وبالنسبه لمواعيد ليله الامتحان هنشوف، بس نخلص النهارده ايه. النهارده احنا هنتكلم على الاسم. من الحاجات الغريبه جدا جدا كدوله وكسياسه، ان انت طالب اولى وثانيه بتخليه يكتب اسي، والاسي عندك 180 كلمه. في ثالثه هتكتب 6 جمل. تخيل، يعني ارحم في ثالثه. اللي انا اقصده ان انت كنت خدت اولى زي ثانيه زي ثالثه، يعني 6 جمل 6 جمل 6 جمل. هو في ثالثه بيعمل 6 جمل عشان ما يبقاش لود على المصحح، عشان ما تتظلمش. يعني في مصححين ما عندهاش ضمير، ما تقراش حتى. تمام. لكن النهارده ميزه، خلاص السنه الجايه يبقى 6 جمل. و6 جمل دي كان قرار السنه اللي فاتت في اخر السنه. المهم، هنتكلم على الايسي دلوقتي. الايسي ده السنه الجايه هتاخد حاجه اسمها السكيلز. ده بقى يعني نقاش مكونات الايسي، مش هنخوض في الحته دي عشان ما نتوهش. لكن انا كراجل مصحح هعلم الايسي في حاجتين هبص عليهم، او حاجه معينه هبص عليها. بص يا سيدي، انا هفترض ان دي قدامك الصفحه. هفترض ان دي قدامك الصفحه اهي. تمام. اول حاجه هبدا ابص عليها، او حاجتين هبص عليهم، لو لقيتهم يبقى انت طالب محترم وفاهم العنوان بتاعك. افرض اداك عنوان سطرين. تمام. المشروعات الجديدة اللي عملها الرئيس مبارك في فترة الثمانينات للتسعينات في منطقة كذا، يبقى نقول مبارك نيو بروجكت، مشروعات مبارك الجديدة اهي مثلا. اهي مبارك مثلا بروجكت، مشروعات مبارك الجديدة. اللي هي لو ادالك سطرين انت بتختصر في النص. معروف ان الاسي اتليست 3 فقرات، على الاقل 3 فقرات. الاسي على الاقل 3 فقرات، 4 فقرات 5 فقرات 6 فقرات 7 فقرات شغال. على الاقل 3 فقرات. فقرتين لا، فقره واحده لا. 3 فقرات مفروض، يعني 3 4 5 6 فقرات مفيش مشكله. تمام. طيب هقول لك ليه دلوقتي. الفقره الاولى معروفه ان هي بتبدا بحرف كابيتال. تمام. الفقره الثانيه معروفه ان بتبدا بحرف كابيتال. الفقره الثالثه معروف ان هي بتبدا بحرف ايه؟ كابيتال. تمام. طيب، يبقى انا اول حاجه هبص عليها العنوان. تاني حاجه انا هبص عليها الفقرات. هعرف الفقره ازاي؟ ان في
3 مسافات، كل مسافة بتمثل لي فقرة، ولازم بداية كل فقرة بحرف كابيتال، بداية كل فقرة بحرف كابيتال. تمام؟ يبقى إذا أنا هبص على العنوان وهبص على الثلاث فقرات. افرض واحد كتب لي 180 كلمة إن شاء الله يا رب 1000 كلمة وسايب مسافة واحدة، مش هقراه، مش هقراه، لأن ده ما يعتبرش اسي. الاسي اتليست 3 فقرات. ليه؟ لأن معروف في العرف إن الفقرة الأولى ما يسمى الانترودكشن، دي ليها دور. الفقرة الثانية ما يسمى البادي، ليها دور. الفقرة الثالثة ما يسمى الكونكلوجن، ليها دور. يبقى لازم introduction body conclusion، لازم الثلاث فقرات دول، لازم الثلاثة دول بالترتيب كده، وش قولا واحدا. يبقى حضرتك هتبص لي على عنوان الثلاث مسافات، انت راجل محترم. شوية تريكات كده بقى بتفرق. حضرتك لو جيت تكتب كلمة سكول وقضت هنا، أهلا وسهلا. جيت تكتبها وحسيت مش هتقضي، ما تكتبهاش، تنزل تحت، تنزل تحت. تمام؟ نظام بقى ان انت بتعمل ايه؟ تكتب كلمة سكول كده، تكتب كلمة سكول كده وتعمل شرطة، لا ده تايب رايتر، تايبنج، واحد بيكتب بالتايبنج. تمام؟ واحد بيكتب بالتايبنج، لكن حضرتك بتكتب بخط الايد. فنظام قطع الكلمة ما يتشافش، بيتشاف في الكمبيوتر بس. الشطب ممنوع. يبقى انت هتبدأ الاول بعنواني، 3 مسافات، كل مسافة بحرف كابيتال. تمام؟ الاولى اسمها المقدمة، الثانية اسمها البادي، الثالث اسمه الايه؟ الكونكلوجن. تمام؟ يبقى بابا ده الف ب. يبقى انا مبدئيا هبص على الشكل، هشوفه يعجبني ولا لا. عنوانك، لو نسيت العنوان هنقصك الدرجة. اما حضرتك لو مسافة واحدة من 3 مسافات، حق الطبيعة اديك صفر، صفر. ليه؟ اشوف 4 مسافات، اشوف 5 مسافات، اشوف 7 مسافات، اهلا وسهلا. اتليست 3، لان هي بابا introduction body conclusion. تمام؟ يبقى لازم محمد اسامه بعيد تاني عشان دخلت متاخر. يبقى انا عشان اقرا الاسي، تمام، لازم ابص على العنوان، نسيت العنوان هنقصك درجه. الاسي مش اقل من 3 فقرات. تمام؟ 3 فقرات، بميز كل فقره، بميز كل فقره. تمام؟ ان كل فقره فيها مسافه وبدأ بحرف ايه؟ كابيتال. ده الشكل اللي لازم اشوفه. يبقى لازم اشوف العنوان، 3 مسافات. لازم بتخشوا متأخرين يا جماعة، بتخشوا متأخرين ليه؟ تمام؟ يبقى لازم ان انا ادي العنوان، ادي ال3 مسافات، 3 فقرات، 3 مسافات. تمام؟ نظام بقى ان انا اقطع الكلمة في الاخر، لا، كلمة سكول هنا هتقضي مرتاحة خير، مش هتقضي انزل تحت. نظام الشط بينقص. ده الشكل العام. يعني انا برقم الاسي، عنوانك 3 مسافات. معروف ان بعد الكوما حرف سمول، بعد الفستوب حرف ايه؟ كابيتال. طيب تعال بقى نتكلم على العقليات الجحدة، العقليات المتخلفة. تلاقي مدرس يضحك على طالب يقول له يا ابني هديك مقدمة تنفع لكله. ده مدرس ما عندوش ضمير، مدرس ما عندوش ضمير. يا اما عنده طالب متخلف وبيضحك عليه. تمام؟ بابا في مقدمة، في مقدمات، في مقدمة، في مقدمات، وغصب عنك تكتب مقدمة. تمام؟ انا نفسي في شغلي بعمل برزنتيشن في الاول، اقول لك تعالى ما اقول لك الحدوته. في مقدمه، في مقدمه، بس ما تبقاش مقدمه مبتذله، ما تبقاش مقدمه ضعيفه، ما تبقاش مقدمه بعيده عن الموضوع. تمام؟ لكن اللي يقول لك ما فيش مقدمه، لا، في مقدمات، بس ما تبقاش مقدمات مبتذله اللي هي نون قوي المعروفه اللي هي يعني، لا. تعالى بقى، لان لازم انت تاخد السنه الجايه فقره اسمها الانترودكشن، هي فيها الهوك وفيها التشالنج وفيها كذا وكذا. الفقره الثانيه البادي، فيها فيها السبورتنج ديتيلز ومش عارف ايه. الاخيره فيها التشالنج وفيها مش عارف ايه الريستيت والكلام ده. ده لازم. تعالى بابا، تمام، نشوف ازاي. لكن ما فيش حاجه اسمها موضوع بينفع مع كله، موضوع بينفع مع كله ده في الباي باي. لكن تعالى بقى، تعالى نشوف لو حبيت تكتب مقدمه.
لو حبيت تكتب مقدمة. تمام؟ مش عايز واحد حمار ياخدها ويحطها زي ما هو، زي ما هي، لا. بسببها خد منها وغذي، خد من دي وهات من اللي عندك وشكل. حاجة دي انا هحطها لك بتسندك لو الدنيا وقفت معاك، بتسندك لو الدنيا وقعت، اللي هي عمرها ما تجيب لك في المارك. بس انت مع الكلام ده توزن. يعني ايه؟ تبدأ بمقدمة زي دي to a great extent، يعني عايز اقول لحد كبير الموضوع ده، السياحة، التعاون، كرة القدم is reflected in the living condition، بتنعكس على ظروف المعيشة بتاعت المجتمع. in fact it can أو cannot. في الحقيقة ممكن تساعد أو ما تساعدش، حسب، تخلي حياتنا easier. That's why we أو government، طبعا لو we تاخد have، حكومة تاخد has given due consideration، ادت اعتبار للموضوع. طب حلو، ادي مقدمة بناخد منها مع اللي انا هكتبه، بفتح، ما نقلهاش زي ما هي. طيب تعال نشوف مقدمة تانية لو مش عاجبك دي. fancy having and writing about، يعني مش متخيل انا بكتب عن موضوع greatly affected أثر حياتنا حديثا. it is well known، معروف، حقيقة معروفة. الموضوع ده related، مرتبط طبعا more than one aspect، مرتبط بأكتر من اتجاه في حياتنا، لذلك شو التاكل لازم نهتم بيه. طب ليه أنا بدي مقدمتين؟ ما اقدرش ان انا اقول لك مقدمه واحده. ساعات بتصادف يا جماعه ان في جروب بيحضر معايا من مدرسه واحده، من مكان واحد، فما ينفعش ادي مقدمه واحده. تمام؟ نفترض مثلا ان فلان وفلان وعلان في نفس المدرسه، ممكن يجوا في لجنه واحده، اديهم مقدمه واحده يكتبوها، بيبقى باين قوي ان ده مدرس محفظها له. لكن هنا بقى عن المقدمه اللي هي الفاشله، نو وان كان ديناي، نو داوت، اللي مصر كلها بتكتبها، مصر كلها بتكتبها. لكن حضرتك في مقدمه، ده لازم يكون في مقدمه. مين قال لك ما فيش مقدمه؟ مين قال لك؟ بس يبقى حاجه unknown، جديده، مش تقليديه، يحس ان هي جايه من عندك. فاهم ازاي؟ لكن ما فيش حاجه بقى من غير مقدمه، عشان اللي بيسال مقدمه مش مقدمه. مقدمه تفيد الراجل، تعلي. معروف ان المقدمه بتتحط في الاول في حاجه اسمها الهوك، بتلفت الانتباه الراجل على الكتابه. لكن في مقدمات مبتذله، نو وان كان ديناي، نو داوت، ده مدرسين عربي بتديها، اذا شئت او شئت، ده ما فيش مشكله. وهقول لك على تجربه تعملها قبل ليله الامتحان طبعا. تمام؟ حشو بقى، عايز تحشي في المقدمه شويه حاجات كده تعليها، والحشو ده بنسميه السبورتنج ديتيلز. اه والله العظيم سبورتنج ديتيلز، تعرف السنه الجايه اللي هو ايه، بتحشي، بتدي معلومات تدعم المقدمه بتاعتك. This requires، كل ده يتطلب ان كل البوبرة العامه وكل الحكومه efforts لازم تتعاون، لازم تتعاون. therefore لذلك احنا والحكومه نقدر نتغلب، نواجه هذه المشكله. لو هي مشكله نقدر ان احنا نزود الانتاج، اي حاجه. يبقى دي اختار لك مقدمه، ودي حشو دي. في مقدمه، في مقدمه ما تبقاش مبتذله، مقدمه تحس ان هي في لب الموضوع. تمام؟ طيب تعالى بقى يا سيدي، وانت بتكتب، وانت بتكتب الموضوع، افرض في موضوع يوسفول مفيد، موضوع مفيد، خد الكلام ده، خد اللي يفيدك، خد اللي يفيدك. يعني تقول in fact it's impossible to lead a life، تعيش حياة من غير كذا، حتة كده، يعني حتة كده في النص كده، مستحيل نستغنى عن كذا. can you imagine the life in the absent، هل تتخيل حياة في غياب كذا، حتة في النص كده. تقوم حاطط مثلا is a backbone، backbone يعني هو العمود الفقري، العمود الايه الفقري لأي أمة، محدش يقدر ينكر بيلعب دور مهم. حشو، والله ده اسمه supporting details، supporting details، التفاصيل الإضافية. تمام؟ طيب it goes without saying، معناها مما لا شك فيه، بدل ما تقول لي no doubt، no doubt مش غلط جرامر، بس هي مبتذله قوي. ان الدوله doesn't achieve، ما تحققش اي تقدم ولا بروجرام من غير ما تعتمد على كذا او كذا او كذا. دخلت في البادي، وانت بتدخل في البادي بقى اللي في النص،
ساعات هيقابلك البادي ده بقى انت بتعالج فيه المشكله. انت في الاول اديتني مقدمه انت هتتكلم عن ايه، البادي بتناقش الموضوع. يبقى معروف ان المقدمه انت بتشد انتباه الراجل في الموضوع اللي انت هتكتبه. البادي تخش بقى في المشكله وتحلها ازاي وتعمل ايه ومجهودك انت. فوالله او مشكله او حاجه مفيده، لو حاجه يوسف المشكله The heavy hand of fate، ممكن تضيف الكلمه دي، وان يد القدر ظهرت in the form of كذا struck the poor، ضرب الفقراء. يعني ممكن تقول ايه، ولقد صعق القدر، او لقد يد القدر اتت في زلزال مدمر ضرب كل الفقراء وخلاهم يسيبوا مكانهم. يعني heavy hand of القدر، يعني ولقد ايد القدر وقد لعبت قدر دوره، يعني او ايد القدر التقيله سببت كذا. لو عجبك اكتبها دخلها يعني. is a serious social evil in our society، في مجتمعنا. لو هو هنا وبلاك ده معناه وباء. we can't deny that a developing country، دولة نامية، مقدرش يمكن ان في دولة نامية تواجه هذه المشاكل. that most serious complicated problem، مشكلة. we should do our best to find، نلاقي suitable answer، حلول. to sum up by working hard، عن طريق العمل بجد ممكن نتغلب على المصاعب. تمام. طيب الخاتمة بقى، حبيت تعمل خاتمة تستفيد بإيه؟ first I wish، you wish، أتمنى. I covered، أكون غطيت above the طبعا the above mentioned topic، أتمنى إن أنا أكون غطيت الموضوع اللي اتقال فوق. we ought to use all means of information، لازم نستخدم كل وسائل المعلومات عشان ننشر awareness، الوعي ما بين البلاد يعرفوا قيمة كذا. we should do our best، لازم نبذل جزر جهدنا. it is the only solution، حل نتغلب على كذا. الخاتمة by all the above mentioned، ومن كل ما ذكرته، ومن كل ما ذكرته we can stop، تمام، نقدر نمنع الأضرار ونعيش طبعا ونليد، نودي our beloved country، بلدنا الحبيب، للتقدم وهكذا. طب انت هتستفيد بايه؟ انا اديتك مقدمه وحاجات تقويها، بادي وحاجات تقويها، خاتمه وحاجات تقويها. طب انت هتعمل ايه؟ هقول لك. تعالى بقى الحته التانيه دي. وانت بتكتب الموضوع بيبقى فيه حاجات كده خنيقه، تمام، تبص تلاقي في طالب كل شويه يستخدم كوما 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 كوما، لا يحبس. في طالب بقى يقعد كل شويه يربط من الجمله and. اولا استخدام and كتير ما ينفعش. انا مش معترض على استخدام and، انا مش معترض على استخدام and، بس اللي هي مش الموضوع 180 كلمه الاقي 50 and، تمام، في اضيق الحدود. ولا برضو استخدام الكوما الكتير بيخلي الموضوع فاتر. يعني استخدام الكوما ده يعني اللي هو ايه، كل شويه كوما 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 كوما، فاتر، مش اللي هو. طب تعمل ايه وانت بقى بتكتب الموضوع؟ حط الرابط دي on the one hand بعبارة أخرى. moreover، علاوة على ذلك. consequently، إضافة لذلك. not only but، ليس فقط ولكن أيضا. عارف تحابيش كده. not only، مش بس الموضوع ده هيفيدنا، لا ده هنقدر نعمل كذا. obviously is a mixed blessing، إنه سلاح ذو حدين. تحابيش كده. finally، on the other hand بعبارة أخرى. besides، in addition to، this leads us at the result regardless to conclude. كل دي حضرتك تحابيش تعملها تعلي الأداء. هنعمل تجربة بسيطة جدا جدا معاكم. بص يا سيدي، انت هتبعتوا مواعيدكم او بعتوا المواعيد لميس دينا. احنا فاضلنا مراجعة ليلة الامتحان، بس مش عارفين نحدد ميعادها لان كل مدرسة وليها ايه ظروفها. هنشوف العدد الاكبر هيبقى في انهي حصة، وهناخد الحصة، والحصة اللي مش هيحضرها يحضرها مسجلة. طيب هنعمل ايه في الحصة اقول لكم في الاخر، تمام. بس انت في 8 موضوعات نزلوا في موقع لونجمان، 8 موضوعات نزلوا في موقع لونجمان، هنزلك على الجروب ال8، تمام. هنزلك على الجروب ال8 نزلوا السنة اللي فاتت والسنة دي. هتختار موضوع منهم وتبعته لي، وانا هعلمه بفويس مكتوب، هتبعته بخط الايد لانك انت بتكتبه بخط الايد. ده امتى؟ يعني مثلا يعني، بس ما تزنقنيش في الوقت.
حبيت تكتبه دلوقتي وتبعته، انت مزنوق دلوقتي ماشي. حبيت الامتحان اللي قبليه يومين يبقى قبل الامتحان بيوم تبعته لي، انا بفضل يكون قبل الامتحان. يعني مثلا النهارده مثلا ايه السبت، امتحانك يوم الاثنين، يبقى تكتبوا لي وتبعتوا لي السبت. فاهم ازاي؟ طيب، انت مثلا حضرت الحصه لايف، اوكي، خدتها مسجله، هبعتها لك مسجله في نفس الوقت تكون عملت كده. يعني هبعت لك كتاب موضوعات، تختار الموضوع من الثمانيه، ان الراجل لما يجي يجيب هيختار واحد منهم، هتكتبه وتطبق هنا. هتكتبه ازاي بقى؟ بخط ايدك، وتصوره على الموبايل وتبعته لي، ابعته لك بفويس، لان انت هتكتب خط ايد. يبقى تجربه قبل الامتحان اهو، يبقى دي تجربه قبل الامتحان بخط الايد. تمام. طيب، هتختار موضوع، بس انا مش عايز واحد بقى اهزقه بصراحه، انا عارف انتوا كلكم كويسين. مش عايز واحد يقوم ناقل لي الموضوع اللي انا كاتبه. بابا انا اديتك انترودكشن، خد منها وهات من عندك. اديتك تحابيش، خد منها وهات من عندك. وسط نفسك، اعمل كده وجرب، وتبعته لي بخط الايد وهعلق لك عليه بفويس. بس ما ينفعش مثلا ايه الامتحان بكره تبعته لي دلوقتي، يعني فاهم ازاي؟ لو انا فاضي هعلمه، بس ممكن مبقاش فاضي، يعني فاهم ازاي؟ يعني كل ما يكون عندي وقت يبقى افضل. ان التعليم ده بالنسبه لي مزاج. انا قمت الصبح كده وانا بشرب فنجان قهوه، قمت كنت ضارب لي فويسين ثلاثه كده، يعني اللي هو مزاج بالنسبه لي. قاعد فاضي كده يعني، اللي هو مزاج. مش نظام بقى ان انا ايه هقعد اصحح الحاجات دي، لا، ما بحبش كده. فاهم ازاي؟ لو واحد في اتنين في تلاته، طب كده يعني. تمام. يبقى مفيش حاجه اسمها مقدمه تتحفظ، تتحط تلقائيه. مفيش حاجه اسمها مفيش مقدمه، لا، في مقدمه، بس ما تبقاش ما تبقاش مبتذله، ما تبقاش مصر كلها بتكتبها، ماشي، اللي هي الحاجه اللي هنا مكتوبه. تمام. يبقى دي تجربه هتبقى قبل الامتحان، هتكتبه بخط الايد، خط كويس تصوره لي، وانا هعلق عليه فويس، يبقى ده تجربه كويسه قبل الامتحان. اتفقنا؟ يعني هشوف كذا هعمل كذا، كنت بعمل كده الاول على فكره، كنت بعمل كده الاول. الناس اللي كانت معايا من السنه اللي فاتت كنت بعمل كده الاول يعني. لما مايكروسوفت تيم بدا بقدر اعمل طبعا اي ملاحظات على البتاع، بقيت اعمل كده يعني. تمام. اوكي. طيب، تعالوا بقى. مستر اتفضل محمد احمد عبد الرازق، اتفضل. معلش يا مستر، انت قلت هنعمل ايه تاني؟ اسي. هبعت 8 اسي اللي جم في موقع لون جمان. تمام، اللي هم جم في موقع لون جمان، اللي انت هتلاقيهم في ملزمه المراجعه موجودين، اللي هي المراجعه هنا. تمام. هنكتب، نقي واحد منهم بتكتبه بخط الايد وتبعته لي على تمام. الخاص عندي، وانا هعلمه بفويس. اتفقنا؟ يعني انا هعلمه بايه؟ بفويس باذن الله كده. اتفقنا كده يا محمد؟ تمام يا مستر، تمام. تمام. تعالوا بقى يا سيدي نتكلم على قصة الملك لير. هحكي. بص، دي أسئلة اللي جت في موقع الوزارة أو جت في موقع علوم جماعة على الترم التاني. يعني أنا هقرا الأسئلة دي، بس أنا هحكيها كلها من البداية. تمام. الملك لير هو ملك بريطانيا. ولما نقول بريطانيا زمان، يعني اسكتلندا، يعني بقعة أرض كبيرة قوي، يعني دولة عظمى. اسكتلندا دي كانت جزء منها يعني. تمام. آه بلغ من العمر أرسلة، عدى ال80، فحب يريح نفسه، فعنده 3 بنات. تمام. عنده 3 بنات. ال3 بنات هو عنده يقين ان هو رباهم وعلمهم كويس. تمام. فأخطأ في حاجة غريبة جدا جدا. قرر ان هو يتنحى عن الحكم في قرار غريب قوي، وهيوزع المملكة على بناته، بس هيوزع طبقا لكل واحدة هتعبر له عن حبها ازاي. فالكبيرة اسمها جونرال، الوسطانية ريجن، تمام، والصغيرة جدا كورديليا. فراح للكبيرة جونرال، قالت له انا حبي ليك لا يقدر. المهم يعني ايه، ظبطته بكلمتين، راح مديها تلت المملكة. ريجن ظبطته بكلمتين، اداها تلت المملكة. راح لكورديليا التالتة، اللي هو دي يعني الاثنين اولين متجوزين، الاثنين اولين متجوزين، جونرال وريجن متجوزين، كورديليا مش متجوزة، في 2 طالبينها للزواج، منها ملك فرنسا. وهو بيحب كورديليا دي جدا 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 جدا، بيعشقها، متوقع بقى ان هيسمع بقى كلام ايه عشق. قالت له بحبك، بحبك، بس سامحني. تمام. بحبك لانك ابويا اللي ربتني،
ولما اتجوز احب جوزي، ولما اخلف احل ابني. الحب هنا امر واقع لا محالة، اللي هو ما ينفعش اعبر ازاي؟ ما انا اكيد حبك موجود عندي، يعني مش محتاجة ان انا اعبر. يعني معناها مش هقدر اقول الكلام اللي هم قالوه، تمام؟ لان العملية مش محتاجة قوالة. اتنرفز، عبري عن حبك. اعتبر الملك لير ان ده عصيان وعدم عرفان بالجميل، مع ان البنت قالت كلام واقعي، تمام؟ فنفاها من حكمه، ولا رضي يتعرضها في زواج. وفي اتنين طالبينها للزواج، واحد بقى اللي كان الاول طالبها للزواج تنحى مرضيش، وملك فرنسا وافق ان هو يتجوزها لان هو عايزها لشخصها. وتركت كورديليا المكان، وما بقاش لها مكان، مع انها هي الافضل، والاتنين التانيين بقى جونرال وريجن اتفق ان هو هيجي يقعد عند كل واحدة شهر، ومعاه 100 حارس، تمام؟ المهم وافقوا، تمام، وبدأوا يتملكوا زمام الأمور، وبدأ يتملكوا الحكم. بدأوا يتملكوا الحكم. بدأوا يضايقوه. أول حاجة لما يجي معاه ال100 حارس كل طلباته مش مجابة، بدأت بنته تتذمر إن الحراس دول كتير، تمام؟ بدأت بنته تسلط الناس الخدم اللي في البيت عندها يعاملوه وحش، تمام؟ المهم فجه لبنته الامر كذا كذا والخدم بيعملوا كذا، قالت له لا، ما انا الحراس الكتير دول لا او مش لا. فراح للبنت التانية قالت له اه الحراس لا، وبدأ يتأمر عليه. بدأ بقى الملك لير يحس بغلطته ان هو اداهم الفرصة للحكم. ما ننساش ان كان في ناس مقربة للملك لير. كنت ده يا جماعة، ده كان يعني الحارس الشخصي الملك لير، واللي بيحب الملك لير جدا. لما الملك لير خد قراره ان يخلي البنت يدي الملك الاتنين ويحرم كورديليا، كنت اعترض. فرح الملك لير نفاه. كنت ساعتها غير في ملابسه، تمام، وبدأ يبقى جنبه على اساس ان هو يحميه. عمل تنكر والكلام ده زي ما احنا عارفين. انا هحكي كله كده لغايه الاخر، وبعد كده نشوف بقى الاسئله اللي عندنا هنا. المهم يا سيدي، في يوم من الايام الملك لير، تمام، طبعا خلي بالك الناس زمان يا جماعه في انجلترا بيعتبروا ان الملك هو ربنا في الارض، يعني فاهم؟ يعني غضب الملك ده يعني اكنك بتغضب ربنا. بدأ الملك يدعو بقى على بناته، ويدعو ضدهم، وان الطبيعه تفخس بيهم. وفعلا هم كانوا خايفين من غضب الملك، لان هناك عندهم يقين انك تغضب الملك يعني غضبت ربنا، تمام؟ اغضبت ربنا. المهم طبعا بدأت تبقى في اعاصير، بدأت تبقى في حاجات، لان في غضب في الطبيعه، لان هنا. المهم طبعا يشاء القدر ان البنت من بناته الاتنين، اللي هي ريجن وجونرال، الاتنين يحبوا نفس الشخص. انا بحكي الترم التاني بايجاز، يحبوا نفس الشخص، تمام؟ ونفس الشخص يرمي بشباكه على الاتنين، هيتخانقوا على واحد، تمام؟ وهيبقى في مكائد ما بينهم، واحدة هتخطط لقتل التانية، عقاب الطبيعة. في واحدة موتت واحدة، وواحدة ماتت في السجن، عقاب الطبيعة، تمام؟ ليه؟ لأن هم ما كانوش يعني ما رعوش ربنا في أبوهم. واللي هتعيش حياة كويسة هي مين؟ كورديليا، اللي هي بتاعت فرنسا. كورديليا دي هتسمع إن في قلق في البلد، وإن أبوها أصابه الجنون بعد ما بناته أساء المعاملة معاه. كورديليا جهزت جيش، تمام، مع جوزها بتاع فرنسا عشان ينقذوا أبوها، لأن أبوها يقال إن أصابه اللوث أو أصابه الجنون، تمام؟ وجت كورديليا عشان تقابل ملك لير، وفعلا قامت الحرب ما بين فرنسا وانجلترا، وماتت كورديليا. دي بقى بصراحة النقاد يعني ايه، يعني عقبوا على شكسبير. ده كورديليا دي اللي اتظلمت. ليه ما تعيش؟ حياة كريمة، تمام؟ بس عندك الأجانب مش زي الأفلام العرب، يعني البطل لازم يعيش للآخر والكلام ده.
فكورديليا ماتت في الحرب، ماتت في الحرب. اتعذبت، خرجت بره بلدها، اتحرمت من ميراثها، وفي نفس الوقت بتدافع عن ابوها ماتت. والملك لير بعديها مات متأثرا تمام باللي عمله ببنته، انه نفاها ما اداش حقها وجت دافع عنه وماتت. يعني اللي هو ايه، انا كنت سبب ان دي ما تعيش يوم حلو، ما تعيش يوم حلو. اما الاختين الحلوين جونر وريجن، فالاتنين حبوا نفس الشخص، والاتنين رموا شباك عليهم، واحده قتلت التانية والتانية دخلت السجن. تمام. من صعبت عليها نفسها راحت موتة نفسها من السجن يعني ادي عذاب ادي هنا بقى ايه انتقام القدر. يبقى جونر وكورديليا، واحده ماتت مقتوله وواحده ماتت في السجن. تمام. والملك لير مات ملوث. اما كورديليا هي اللي نهايتها مش عاجبه الناس، لكن هو شكسبير عايز يقول لك ده القدر، يعني ده القدر، وموت اي حد بيبقى ليه حكمه. لكن موت كورديليا كان صاعقه للكل، لان كورديليا ما عاشتش يوم كويس، اللي هي البنت الايه الصغيره. كان في عندنا شخصيات تاني بقى لو ظهرت كده هعقب لك واقول لك ده مين وده مين وده مين، ادموند ومش عارف وكنت وكده يعني. تمام. تعال نشوف الاسئله اللي جت في موقع لونج مان ولسه نازله. ويا شباب، يا شباب لازم تبقى عارف ان هيجي لك اخر السنه ان any reasonable answers، اي اجابه مقنعه are acceptable، اي اجابه مقنعه فيها صح. يعني اذا انت حبيت تعترض على الاجابات دي اهلا وسهلا، مفيش اي مشكله خالص. تعال سيدي نشوف هنا بقى بيقول لك ايه. How do you think Cordelia felt when she heard that her father was mad؟ كورديليا البنت الجميلة الصغيرة اللي جوزت ملك فرنسا، شعورها ايه لما عرفت ان ابوها اتجنن؟ She felt sad. Her father was angry and angry with her sister، غضبانين من اخواتها اللي هم يعني خلوا الملك يموت مجنون او سوري يبقى مجنون. If you have some poison for me I will drink. لو عندك سم انا هشرب. What do you think this tells about King Lear؟ تمام، يعني لو في سم انا هشرب. He wanted to end his life because he sent Cordelia away. قالها في يوم من الايام ده لو في سم انا اشربه واموت احسن. ليه؟ لما ايكن هو ظلم كورديليا، البنت دي، وما دخلش في فرحها وما اتعزمش في فرحها ومشيت بهدومها وما خدتش ورثها واتعذبت. اي نعم ملك فرنسا رعاها كويس بس. What do you think Kent asked Cordelia to pretend that she didn't know him until he told her؟ في يوم من الأيام لما كورديليا جابت الجيش بتاعها وعشان تنقذ أبوها، فشافت كنت متنكر فقال لها ما تقوليش. يعني يعني إيه؟ شيء طبعا. ليه طلب منها؟ يعني اعملي نفسك مش عارفاني. ليه؟ لأن he wanted to keep his identity، عايز يبعد شخصيته. No one would recognize him، محدش يقدر يدركه. يعني هو متنكر وواقف جنب الملك وبيسنده، بس محدش يعرف ان ده كنت، يعني ان هو متنكر. وكنت ده هيبقى فكرك ده من الناس اللي بيخدموا الملك، اللي بيحبوا الملك. ده يوم ما الملك خد قراره ان هيدي ثروته لبناته وظلم كورديليا، اعترض على الملك ونهره، ازاي تعمل كده، ازاي تظلمها، ازاي. فالملك قال له طب خلاص انت ايامك معدوده، شوف لك مكان تاني. فده الراجل تنكر وراح طلب من الملك يشتغل وشغال بهويه تانيه وشخصيه. How do you think King Lear felt when he met Cordelia؟ احساسك ايه لما الملك لير قابل كورديليا؟ طبعا المفروض مكسوف على دمه، مفروض. he felt foolish، حس ان هو غبي جدا. he was happy، كان سعيد ان هو that she was with him. هو كان يعني حس ان هو احمق بس فرحان انه شافها، احمق بس فرحان انه شافها. do you think Cordelia returned to England for power؟ انت تعتقد ان كورديليا راجعه لانجلترا وجايبه جوزها من اجل السلطه؟ لا والله، لا والله، لا، هي راجعه لتنقذ باباها. no unlike her sister، هي unlike هنا معناها على العكس، لا حضرتك، هي على عكس اخواتها. she wanted her father to take power، عايزه ترجع السلطه لابوها، لكن هي لا تسعى للباور. هي لو تسعى للباور ما كانت نفقت ابوها في الاول. what do you think general what do you think of general as a wife؟ جنرال كزوجه، جنرال دي كزوجه
جونرال زوجة دي زوجة يعني عارف، زوجة ما عندهاش دم. دي تأمرت لقتل جوزها، عشان يخلى المكان لعشيقها. فاهم ازاي؟ فهي زوجة اللي هي جونرال دي اللي هي ايه، ملهاش خير في ابوها، بقى ليها خير في جوزها يعني. she was insincere، زوجة غير امينة. she asked ادموند، ده طلب من ادموند، ادموند ده ابوه هيجي بعد شويه اللي هو جلوجستر. ادموند ده ليه قصه كده، ابوه اسمه جلوجستر من اصدقاء الملك. تمام. ادموند ده كان ليه اخ اسمه ادجر، ولاد جلوجستر. ادموند ده عمل حكايه وحاول يظهر ادجر اخوه ان هو مغتصب وعايز يموت ابوه. تمام. فطلب من ادجر تو كيل هير هازباند، يقتل زوجها. when he didn't agree to her evil plans، لان جوزها كان يعني عارف بقى بيعترض على شخصيه جنرال، يعني ان هي شخصيه وحشه. الباني told جنرال that she got everything. الباني ده زوجها بقى، قال لها انت كل حاجه غلط عندك، يعني هنا الباني ده جوز الست دي كان معترض عليها ان هي كلها افكار شريره. he is wiser than his wife، هو يعتبر اكثر حكمه عنها. he might see that Edmund wasn't the one، وبعدين كان دايما عايز يوصل لها ادموند انت بتعتمد عليه مش الشخص الامين. طب مين ادموند ده يا جماعه؟ ابو الراجل ده جلوجستر. طب ادموند ده طيب، ده حقير. ده ادموند ده حاقد على اخوه الصغير، راح عامل خطاب بعته لابوه، قال ايه ان اخوه الصغير ده بيفكر في السلطه ويقتله. فادموند ده حقير يعني. In your opinion why did Regan think they should have killed جلوجستر؟ ليه ريجن شايف ان هم يقتلوا جلوجستر؟ تمام، يقتلوا جلوجستر. تمام. اللي هو ايه، اللي هو ابو ادموند وابو ادجر. Whenever Gloucester went people would feel sorry for him and angry with Regan and his sister. تمام. يعني لاني عارف بقى ايه، يعني عايزين يقتلوا جلوجستر ده. تمام. لان جلوجستر ده بيعاني بسبب ولاده، فالراجل ده بيفكرهم بابوه، يعني بابوهم. يعني ايه اقول لك ايه، جلوجستر عنده ولد ادموند وادجر، هو بيعاني بسبب ادجر واصابه الجنون بسبب ادجر، وده هنا فاللي هم شايفين ابوهم فيه. تمام. ابوهم فيه، يعني مثلا شوف الراجل ولاده جننوه زي ولاد ده ما جننوه كده يعني. طيب when I had eyes I couldn't see what I most needed to see. What do you think Gloucester couldn't see when he had eyes? He couldn't see how his son، يعني Gloucester ده يا جماعه هو ازاي ابنه ادموند deceived him وخلاه يعتقد هنا. يعني جلوجستر ده بيقول ايه، لما ادموند قال له اخويا ادجارد عنده خطاب وهيموتك وبتاع، صدقه. فبقول والله انا ما كنتش شايف، يعني انا عندي عين بس ما شفتش يعني. Why do you think Edmund handed the letter to General؟ تمام. ليه ادموند سلم الخطاب لجنرال ده؟ to gain general confidence and take his father place، عشان يكتسب ثقة جنرال، take his father place، ياخد مكان أبوه. Why do you think General didn't want Edmund to help Regan soldier؟ تمام. ليه الراجل ده جنرال ما كانش عايزه يساعد؟ تمام. هنا الراجل ده. تمام. سوري معلش، هنا ليه ادموند handed the leader to General؟ عشان يكتسب ثقة. سوري. Why do you think General didn't want Edmund to help Regan؟ خلي بالك ان جنرال دي البنت دي وريجن الاثنين هيتخانقوا على راجل واحد. تمام. because she planned to take Edmund to her side and she could rule the kingdom. يعني خلي بالك الاختين في الاخر هتدب ما بينهم مشاكل ان هما الاثنين بيحبوا نفس الرجل. What do you think the letter Edmund gave the general proved؟ اثبت ايه؟ it proved that Gloucester was a spy. وبعدين كمان شوف ادموند الحقير ده بقى كمان. تمام. ادموند الحقير ده عمل ايه؟ ابو جلجستر ده صديق الملك. تمام.
كورديليا وجوزها الفرنساوي بعتوا خطاب ليه يعرفوه ان هم هيجوا ينقذوا الملك. فراح ادموند مسلم الخطاب ده مين؟ لكونرال ده، على اساس يبلغ ريجن الحقوا ان جلوجستر ده يعتبر ايه؟ بيتعامل مع ملك فرنسا فلازم يتقتل يعني. Why do you think ريجن needed محتاجه ادموند هيلب؟ تمام؟ لان جوزها كونال وزدت مات. شي ووز ويك، كانت ضعيفه. ادموند ده الشرير ابن جلوجستر ده. Why do you think King Lear expected Cordelia to be angry with him؟ هو ليه الملك توقع ان كورديليا تكون زعلانه منه؟ ظلمها. He treated her badly. بنته اللي هي صغيره. Why do you think General believed that Edmund would be great help of her؟ ليه شايفه ان ادموند هيساعدها؟ ليه شايفه ان ادموند ساعدها؟ ادموند ما تنساش اخو ادجر ابن جولجستر. فادموند عنده هانجري فور باور، يعني ادموند عنده شغف للسلطه. يعني ايه؟ متوقع ان هو هيجي في صفها عشان خاطر هو عنده شغف للسلطه في السلطه، وهي بقى بتحكم بلاده وهكذا. تمام؟ Why do you think it was important for Cordelia to find King Lear؟ كورديليا كانت بعت خطاب لجولجستر عشان تقول له انا جايه انقذ ابويا فحاول تعرفوا مكاني فين. تمام؟ She didn't want him to hurt herself، مش عايزه ابوها يأذي نفسه، لان ابوها وصل لها ان هو مس الجنون فممكن يأذي نفسه. Why do you think جولجستر ده ما تنساش ان هو صديق الملك. جولجستر عنده ولدين، ادموند وادجر. ادموند شرير، ادجر طيب. ادموند عمل خطاب كده وهمي ان الابن الصغير بيفضل في قتل ابوه. تمام؟ ليه جولجستر wanted كنت to take كينج لير؟ بعد ما اتعرفت كل حاجه جولجستر جاله خطاب من كورديليا، خد بالك من ابويا ودور عليه. فجولجستر لقى الملك فقال كنت خده في اي حته بعيد، لان الملك لو اتعصر عليه في التوقيت ده البنتين الكبار هيموتوه. because his daughter were planning to get rid of the king. How do you think General persuaded Edmund to work for her against Regan؟ يعني كيف الجنرال اقنعت ادموند يشتغل ضد ريجن؟ ما احنا خلاص بقى جنرال دي وريجن اعداء، خلاص الاثنين بيحبوا نفس الشخص. She promised that she would give him more power، هتديله ثروه اكتر. خلاص بقى الاختين الحلوين اهم بيتخانقوا على راجل فعايزين ادموند. تمام؟ فليه هنا ازاي جنرال برسويدد اقنعت ادموند يبقى ضد ريجن؟ You are climbing up the hill، انت طالع فوق في السماء. ايه اللي خلى جولجستر نوت بليف يصدق دي الكلمات؟ انه على الارض. تمام؟ وات دو يو ثينك ميد اللي خلى ادموند تراي تو سيف يحاول ينقذ حياه الملك لير وكورديليا في الاخر؟ للاسف يا ادموند يا حقير. ادموند في اخر ايامه او خلاص قبل ما يموت على فراش الموت، تمام، اعترف انه كان ليه دور ان يأذي اخوه ادجر، وكان ليه دور ان يتعاون مع الاختين، وكان ليه دور ان يتعاون مع الاختين يضر الملك لير وكورديليا. فادجر في الاخر عايز ينقذ حياه الملك لير. ليه؟ عايز يعمل حاجه بيفور هي دايد. بس بعد ايه؟ ادجر من الشخصيات الشريره، ابن جولجستر اخو سوري ادموند من الشخصيات الشريره. في رايك why didn't كينج لير want to see كورديليا؟ ليه الملك مش عايز يشوف كورديليا؟ مكسوف من دمه، مكسوف عن نفسه. he realized that she was the one who really loved him، هي الوحيده اللي بتحبه، ولكن he was kind كانت غير عطوفه معاه. what do you think made Regan call كولجستر تريتور؟ ليه ريجن سمي كولجستر تريتور؟ سميته تريتور ليه؟ جولجستر جاله خطاب من فرنسا من كورديليا وجوزها. تمام؟ خلي بالك، خد بالك من ملك لير، احنا هنيجي ننقذه، قول لنا هو فين. فالتانية ريجن دي حقيرة، ما هي ريجن وحقيرة، ما هي بنت عاصية. فوجدت الخطاب ده فملك فرنسا خلاص اعتبرت ان هو تريتور، مع ان جولجستر ده مش خاين، هو الراجل كل ما هناك ان هو صديق الملك المقرب. فكورديليا بعت الخطاب فيه، يا عم جولجستر ده ما تنساش ان جولجستر ده ابنه ادموند وادجر شرير، يا عم خد الخطاب ده وحاول تاخد بالك من ابونا ودور عليه وقول لنا. فالست دي بقى ايه؟ لقت الخطاب ده معاه، تعالى ده انت ايه؟ ده انت جاسوس. هو مش جاسوس، هو شغال في الصح. Why are you helping a traitor؟ ليه بتساعد خاين؟ What do you think also said that؟ ان ادجر was trying to defend his father. تمام؟ انت ليه بتساعد خاين؟ تمام؟ اصل ده خادم من الخدام،
تمام. why are you helping traitor why do you think اصلت سيد زيت ليه هنا؟ انت ليه بتساعد خادم؟ تمام. هو ادجار كان بيساعد عن ابوه مش ادجار ده، طيب ابوه مش خاين، هو ابوه جاله خطاب من ملك فرنسا من كورديليا بس خطاب دول جايين ينقذوا الملك اللي اتظلم، فاصل بيقول له انت بتساعد خاين، قال يعني جولجستر خاين؟ لا، هو جولجستر خاين من وجهة نظر الخونة اللي هما البنتين الكبار ريجن تمام وجنرال، لكن هو لا، هو مش خاين. كورديليا هذا سينس اوف ديوتي، كورديليا عندها احساس جميل قوي، دي بنت جميله، شي فيلت ات واز هير ديوتي، تيجي تنقذ باباها وترجع الكرون العرش. تمام. تاني، what do you think General planned to do after knowing the news of General death؟ General طبعا هنا death، he planned to order the kingdom. طب هنا بقى do you think ليه General خططت تعمل ايه بعد ما عرفت موت زوجها؟ تكسب مملكه اكتر. I have followed you since your madness began. أنا متابعك من ساعة مجنونك بدأ. What do you think this word is about the king? كنت. تمام. كنت was loyal، مخلص الملك. He disguised، هو تنكر. tricked، خدع الملك. tricked the king into hiring him، إن هو يوظفه كخادم. He did all this love of loyalty، يعني هو عمل كده حب ليه. Look for him in every field، دور عليه في كل حتة. وبرينج هيم تو مي. ليه كورديليا امرت العساكر يلاقوا الملك لير؟ ان هي شي كود هيلب ريليف، تخفف من معاناته. شي هيرد، سمعت ان هو يعني هاد جان مات، دي زياده معلش. سيستر اخواتي عملتوا ايه؟ ليه كورديليا بتلوم اخواتها؟ طبعا بتلوم اخواتها فور ليفينج فاذر اوتسايد، سايبين ابوهم بره. في رايك واي ديد جنرال، ليه كينج لير طبعا تيل جولجستر تو هاف سم جلاس ايز؟ هو في حته كده الملك قال لجولجستر ما تنساش ان جولجستر ده راجل طيب جدا، ما تنساش ان ابنه ادمون شرير، ما تنساش ان ادجار طيب، ما تنساش انه ظلم ابنه ادجار، لان ادمون لبسه وقال له ده ابنك عايز يموتك ويمسك الحكم. تمام. فهنا ليه الملك لير قال لادجار انت لازم يكون عندك جلاس ايس، عين زجاجيه. he could pretend to see things that other don't، يعني معناها ايه؟ بيقول له انت شكلك عندك عين خارقه، يعني عين خارقه، انت بتقدر تحس وتشوف الناس ما بيشوفوش. اي هاف سو ستوبid، انا غبي جدا. ليه جولوجستر ادرك كده؟ ادرك انه غبي لان ابنه ادموند عمل خدعه عليه. بس انت بعد ايه؟ بعد ما نفيت ابنك. اذا ما تنساش ان جولوجستر ده شخصيه جميله، صديق الملك، عنده ابن وحش وابن كويس. مين اللي بيعتبره خاين؟ البنتين الكبار ريجن وجنرال بيعتبروه خاين، لكن هو مش خاين. اعتبروه خاين ليه؟ لان جورديليا بعتت خطاب ليه، قالت له انا وملك فرنسا هنجيب جيش لانقاذ ابويا. تمام. يقوم لقوا الخطاب ده معاه، انت خاين. لا، هو مش خاين، هو خاين، واللي بيدعي ان هو خاين هم الخونه اللي هو البنتين الكبار جنرال وريجن. وصلت؟ طبعا يا شباب دي الاسئله اللي موجوده. تمام. اي اجابه انت مش مجبر عليها، يعني اي اجابه، يعني مثلا ممكن يسالك سؤال ايه رايك في شخصيه جولوكاستر، تحبها ولا تكرهها؟ ممكن تقول تحبها، راجل صديق الملك. ممكن تقول تكرهها، اكرهها لانه اتخدع من ابنه بسهوله، المفروض كان يعمل. ايه رايك في شخصيه الملك لير، تحبها ولا تكرهها؟ والله الملك لير احبه. تمام، احبه لانه راجل كان عايز يسمع كلمه حب من بناته. ممكن تقول اكرهه لان البنات قدروا يضحكوا عليه، براحتك. ايه رايك في شخصيه كورديليا، تعجبك ولا تعجبكش؟ ممكن تقول لي تعجبني طيبه، ممكن لا كانت سلبيه، ما حاولتش تبرر نفسها، المفروض كانت تحاول تفسر لابوها اكتر. براحتك، يعني اي اجابه براحتك. تمام. كورديليا الطيبه دي ممكن انا عن نفسي ما تعجبنيش، هي بتقول له كلام يعني اللي هو ايه، يعني كلام حلو، بس كلام اللي هو بتاع العالم الوردي، اكيد انا بحبك انت ابويا، لا المفروض كانت تعبر عن حبها وبحبك فعلا، بس الحب ده اكيد لانك عملت كذا وكذا 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 وهكذا. فاهم ازاي؟ طب ايه رايك في الملك لير، يوزع ثروته وهو عايز، صح ولا غلط؟ لا غلط، غلط، لان حتى ربنا قال ان الثروه دي بتاعت كده، يعني قد نتفق قد نختلف، براحتك، انت ممكن في شخصيه شايفها
بالنسبه لك كويسه. انا شايف شخصيه كورديليا مش كويسه. تمام، مش كويسه. يعني مثاليه قوي، مثاليه قوي لدرجه ان حقها يضيع. يعني بترد عليه اكيد بحبك واحب جود. لا، انا بحبك لانك عملت كده وربيتني وعملت 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 وعملت، وتبدا تقول الحاجات اللي هو فعلا عملها لها. لكن التانيين افوروا قالوا حاجات غريبه كده، حاجات لا تعقل. لا، انت عملت لي ده، انت مش عارف ايه لما كنت عانى بتاع كده يعني. فبراحتك از يو لايك. ما تقارنش نفسك باجابه معينه. اقرا، غذي دماغك، اكتب اللي انت عايزه. يعني شخصيه كورديليا انا ما بحبهاش، سلبيتها وديتها في داهيه. سلبيتها وديتها جولوجاستر الطيب اللي اتظلم من ابنه. وانت تصدق كلام ابنك ليه؟ ما انت مربي ولادك وعارف مين الكويس ومين الوحش ومين متوقع. فاهم ازاي؟ بس كده. طب ايه رايك في نهايه البنتين؟ واحده ماتت مقتوله، قتلت اختها، والتانيه ماتت في السجن، نهايه عادله. ايه رايك في نهايه كورديليا؟ لا، مش مبسوط من نهايه كورديليا. ميبي افيت، ممكن يكون قدر. فبراحتك اللي انت عايزه يعني. لن تجبر على اجابه معينه. كتبت اجابه غير انا عايزينها، مفيش اي مشكله خالص خالص، اطلاقا اطلاقا اطلاقا. as you like اللي انت عايزه. تمام. any possible answer accepted. يعني شوف كورديليا دي اللي هي الطيبه، انا مش عجباني. انا مش عجباني. ويمكن شكسبير موتها ده في الاخر تعبير عن عدم رضا شخصيته. ممكن، لان كله استغرب. طب البنت اللي اتظلمت دي ما تعيش لها يومين حلوين؟ فاهم ازاي؟ بس فبراحتك از يو لايك اللي انت عايزه. الاجابه في الستوري حتى في تانية وتالتة فري. اطلق لخيالك العنان اللي انت عايزه، بس باجابه منطقيه مش هبت. يعني ما تجيش تقول لي على ريجن دي طيبه قوي. طيبه ايه وفيها حاجه؟ ما تجيش تقول لي على جونا دي طيبه قوي، هي عملت حاجه؟ فاهم ازاي؟ ما تجيش تقول لي على كنت شرير. شرير ايه ده؟ كنت ده اصلا صديق الملك، ولما قال حاجه غلط رده. حرام تعمل كده، حرام تظلم دي. ولما جه راح اتنكر وضحى بحياته وحاول يعمل هنا كده يعني خليك في المعقول. تمام. لكن كورديليا انا سعيد بشخصيتها وزعلين من شخصيتها. سعيد بشخصيتها ان هي فعلا بتحب باباها، لكن زعلان ان هي كانت مش سلبيه قوي يعني. تمام. بس ادي بالنسبه للستوري. لكن ما كانش ليها لازمه بقى ان احنا ناخد اكت 1 واكت 2. انت المهم ان انت تبقى لامم القصه وبتكتب اللي انت عايزه. فاهمين ازاي كده؟ طيب، مين عنده اي استفسار كده يا جماعه اما نبدا نشوف المحاضرات عندنا؟ مين؟ مم. تمام. طيب، الحاجه التانيه بقى اللي احنا هنعملها النهارده. تمام، اللي احنا هنعملها النهارده. كان عندنا واجب المحاضره التانيه. عندنا واجب المحاضره التانيه ما راجعناهوش مع بعض، صح؟ سيبك من الفوكابلري. انا هعمل حاجه لذيذه قوي في المحاضره الثانيه والثالثه. المحاضره الثانيه كان فيها حاجتين. بص يا بابا، هحكي لك بقى، هفكرك واختار جمل معينه. هفكرك واختار جمل معينه. يعني دي احنا خدناها السبت اللي فات، ما راجعناش الواجب بتاعها. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هراجع درس الجرامر كويس جدا. هحكي لك فيه كذا وكذا 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 وكذا. هنلاقي جمل معينه لو انت عايز تسال. يعني هنراجع على ايه؟ على الوحده التاسعه والعشره 11 و12. الحدوته بتاعت يونت 9 كانت بتتكلم على الكومباراتيف فريزز، عبارات التوكيد. تمام. يعني بمعنى صح عايز اقول ان جانا تعتبر is older than رؤى، اكبر من رؤى. اذا كانت جانا اكبر من رؤى بحاجات بسيطه جدا، فبقول a little. تمام. وبقول كلمه a bit او slightly. في فرق ما بينهم بس ممكن نلاحظه. طب اذا كانت جانا اكبر من رؤى بكتير، فبقول a lot او much او far. تمام. يعني ده التوكيد. ساعات بيبقوا الاثنين زي بعض، فبقول as او بجيب the same. بس ما تنساش ان as بيجي معاها الصفه، وذا سيم بيجي مع النون. حاول تسمع الجمله دي كده اللي انا اقولها. علي is as old صفه as ايمن. علي and ايمن are the same age، نفس السن.
يبقى اذا حبيت تجيب از هتجيب صفه، حبيت تجيب ذا سيم هتجيب النوع. تمام. ده هنا الفحوى بتاعت النظام. طيب معلش، هختار جمل معينه، يعني مثلا الجمله الاولى، او بلاش الجمله الاولى صريحه قوي. تعالى نحل مع بعض او نجيبها من الاول. My smartphone not the same as yours. تليفوني زيك. exactly same. ما احنا عندنا exactly same هي زيك بالظبط، ده تعبير مفيش مشكله. علي exactly the same age as، ما انت عارف the same يجي بعديها as. هنا the same يجي بعديها noun. التالتة the same يجي بعديها noun. اذا ما ينفعش هاي ولا ينفع هاي. طب انا ايه الفرق ما بين هايت ولينس؟ اقول لك بقى يا سيدي، بغض النظر عن الحل، هي لينس هي النون من كلمة لونج، اما هايت هي النون من كلمة تول او هاي. تمام. طيب تعالى نرجع ونبص مع بعض هنا. ده سيم بعديها نون، فادي مش معقول اخد لينس لان لينس طول على الارض، تمام كده. طيب هنا از لازم صفة مجردة. تولر لا، تولس لا، هايت لا، هي اولد صفة مجردة، لازم صفة مجردة. هنا از لازم صفة مجردة. هايت لا، وايت لا، ده نون. هنا بيتكلم مع عمر وياسر الاثنين نفس الوزن، وزن يبقى لازم اجيب الصفة اللي ليها علاقة بالوزن، يبقى هيفي. تمام. طيب ده الدرس الاولاني. في حد ليه استفسار في الجمل اللي في محيط الدرس ده؟ يعني هم 38 جملة، في حد ليه استفسار في الجمل اللي في محيط الدرس ده؟ انا حكيت كده سريعا، لكن انت لغايه جمله رقم 38 في جمله معينه عايز تسال عنها؟ انا هراجع هقول المضمون بسرعه، هحل جمل معينه، وانت لو في حاجه كمل. تمام. تعال نشوف بقى اليونت اللي بعديه، كان الباست هابتس، عادات في الماضي. بص يا سيدي، انا هجيبه لك النهايه في 5 دقايق. تمام. انا واحد من الناس حكيت القصه دي قبل كده، دايما بحكيها. انا من 10 سنين سنه 2014 وزني كان 95 100 كيلو. ف اجي اوطي مش عارف اجيب حاجه، انهج، حللت لقيت عندي كوليسترول عالي، قال لك لازم تقلل النشويات. خلاص انا بالنسبه لي بقيت اكل نشويات بس بشكل قليل. I used to eat a lot of pasta. used to eat يعني كنت متعود اكل كتير وبطلت. ف used to عاده في الماضي وانتهت. used to عاده في الماضي وانتهت. used to عاده في الماضي وانتهت. عاده وانتهت خلاص. طيب انا واحد من الناس لغايه ثانويه عامه او لغايه جامعه ما بشربش قهوه، يعني اللي هو زيك كطالب كده عندي امتحان بشرب كده. لكن يوم ما اشتغلت مدرس وانا بقالي اكتر من 20 سنه بشرب قهوه، فانا عاده مستمرت، فبقول am او is او are. I am used او get. I am used to having coffee. تمام. اذا انت لما يجي لك الجمله بتبص بعد الاقواس، في infinitive تاخد used to معناها عاده وانتهت، في noun او verb في ing am او is او are او get used to. تمام. ودي معناها عاده واستمرت. طيب هنا بقى نيجي بيتكلم على ايه؟ يجوز ان انت تستخدم would بدل used to. يجوز تستخدم would بدل used to. يجوز ان انت تستخدم would بدل used to للتعبير عن عادات في الماضي. اذا ممكن اكلاشيه كده، بدل used to تجيب would، بدل used to تجيب would. لكنك لن تستطيع ان تستخدم would في الثلاث حالات: stative verbs، نفي او سؤال. هو ده الدرس. لن تستطيع، هات would، اضرب في هات would، لكنك لن تستطيع ان تستخدم would، لن تستطيع ان تستخدم would الا لو، تمام، لو عندك stative مش هينفع، لو عندك نفي وعندك سؤال. ادي يا سيدي بمنتهى البساطه. حد ليه تعليق في الجمل
لان انا بعد كده هختار جمل. حد ليه تعليق لغايه الجمله رقم 25؟ ده واجب المحاضره الثانيه. هنراجع الواجبين عشان يعتبر كده لمينا الدنيا، عشان لو انت برضو الحصه مسجله في حته وقعت منك ولا حاجه. تمام، اوكي. طيب هجيب جمله كده، خلاص ما حدش هيسال كده. هجيب جمله، هحاول انقي جمله يكون فيها ايه فكره. يعني رقم 8 ماي براذر، اخويا نقط قدام كمبيوتر دلوقتي ناو هي داز. يبقى مش متعود didn't use. طب ليه ما تنفعش wouldn't؟ لا، ما هو النفي ما يجيش. ما هو انك لن تستطيع ان تستخدم would، عمرك ما هتقدر تجيب would لو عندك السيتيف فيربس، لو عندك نفي، لو عندك سؤال. يعني هات would شغال، بس مش هتعرف تجيبها لو في ستيتيف فيربس، تمام، او في نفي او في سؤال. بس خلي بالك في الستيتيف فيربس، يا رب تكونوا فاكرين ان في عندنا 5 6 افعال رايحين جايين. يعني لو جات لك هاف، شوف هاف معناه ايه. يملك يبقى ستيتيف، ممنوع وود. لكن ياكل شغاله. سينك يعتقد يبقى ستيتيف، ممنوع. يفكر شغاله. يعني خد بالك ان الملعب خاص بالستيتيف فيربس، يبقى خاص بالستيتيف فيربس قوي. يعني هي دي التكه اللي ايه اللي هو هيشوف. انا بدور على فعل من 8 دول او الاربعه دول او الخمسه دول ونشوف. تمام. بس في جمله بحب اقولها. رقم 7 moved. تمام، رقم 7 moved. واحد يقول لي طب يا مستر ليه ما تنفعش يوز تو موف؟ ليه ما تنفعش يوز تو موف او هنا موف؟ اولا يا بابا، هي يوز تو بتيجي للعادات، عادات في الماضي. تمام. اولا لما اتجوز عزل القاهره. عمر العزال ما عاده. يعني انت حضرتك شوف نفسك عندك 17 18 سنه، لو انت عزلت مره واحده في حياتك او ما عزلتش. ففي جمل ما تجيش فيها عادات، ما تجيش فيها يوز تو، مش عاده. عزلت مش عاده. فاهم ازاي كده؟ يعني في جمل ما تجيش. ما ينفعش اقول كنت متعود اعزل القاهره. لا حضرتك كده، اي حد مننا يعزل مره في حياته يا مرتين يا ما فيش، يعزل مره مرتين يا ما فيش. ما ينفعش. يعني انسى 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 تماما. ادي اهو هنا. طيب في حد عايز حاجه هنا تاني يا جماعه؟ انا بحكي بفوق، وانت لو في حاجه يبقى الدنيا مظبوطه معانا كده. يبقى احنا هنراجع الحصه اللي فاتت والحصه اللي هي الثالثه دي كده، عشان برضه يبقى الدنيا تكون مظبوطه معانا. تمام. نخش على الدرس اللي بعديه. لا سيب القلم وخليك معايا الباست بيرفكت بقى. الباست بيرفكت يا جماعه، لما تيجي نتكلم على الباست بيرفكت يبقى لازم تبقى عارف ان هو بيتكون من هاد والبي بي. انا سايب مش بتكلم عن حاجه خالص، هاد والبي ولا حدث الاول. السؤال هيجي فيه بناء على حاجتين، يا قاعده ورول يا معنى ازاي؟ يعني مثلا انا اي فيلت ان حاسس بالتعب ان اكلت كتير. وانا حسيت بالتعب اكلت كتير. حسيت ان اكلت، يبقى هات ايتن هو الحدث الاول. ممكن بتختاره بالمعنى او بكلمه داله. كلمه داله افتر، لو في بعديها فاعل هات بي باست سيمبل، مفيش فاعل فيرب فاينجي. تمام. as soon as فاعل هاد والبي باست سيمبل. having معناها بعديها البي بي باست سيمبل. تلو انتل قبلها ماضي بسيط منفي، بعد كده هاد والبي بي. وممكن يجي مثبت المانع حسب المعنى. بيفور لو في فاعل باست سيمبل هاد والبي بي، مفيش فاعل فيرب فاينجي. باي ذا تايم بيجي بعديها باست سيمبل الناحيه الثانيه هاد والبي بي. في بقى الخمسه اللي معناهم يا دوبك. نو سونر هاد فاعل بي بي زان باست سيمبل. هارد وسكيلز الاثنين واحد، هاد فاعل بي بي وين باست سيمبل. it wasn't until فاعل هاد بي بي زاد باست سيمبل. it was only when فاعل هاد بي بي زاد باست سيمبل. اوعى تنسى ان في باي عندنا مرتين في المنهج. باي لو جه معاه تاريخ حديث يعني 2027 يبقى اقول هاف والبي. اما باي بتاع النهارده تاريخ قديم يبقى هاد والبي بي. يعني مثلا اسمع الجمله دي باي 2030 سنه 2030 we will have finished our project. باي 2020 we had finished. ليه؟
باي في المستقبل وبحلول سنه كذا هنكون خلصنا. باي ماضي وقبل سنه 2020 ما تيجي كنا احنا عملنا كذا، عشان تبقى انت بس في الصوره واخد بالك من الحته بتاعت مين، بتاعت باي دي. تمام كده. طيب تعالى يا سيدي نخش على اللي بعديها. تمام. يعني مثلا في عندك حاجه اسمها افتر وافتر ذات. جانا اتفضلي يا جانا. مثل لو الجملة بتقول hardly نقط seen the film when we slept، تبقى have seen ولا had seen؟ had we ولا have we؟ بادئ بهاردلي. hardly نقط seen the film when we slept، يبقى هادوي. had we لازم ابدا مش have بالفعل. we؟ لا حضرتك مش فاهم قصدي، انا قصدي هتبقى had we ولا have we، يعني مش الزمن الجمله ده الثانيه الزمن ده. سليبت؟ اه طيب يبقى هاد. هاد. امم طب تمام سليبت. تمام. تمام. طيب تعالى بقى نخش على النقطه هنا. افتر، ما تنساش ان افتر لوحدها هاد والبي بي. افتر ذات بص سيمبل. بيفور لوحدها بص سيمبل. بيفور ذات هاد والبي بي، يعني عندك اهي ادي يا سيدي بيفور ذات اهي، يبقى هاد والبي بي. تمام. طب يا مستر وين دي بالذات بقى تلاقيني ما اتكلمتش على ان وين بتيجي بالاحساس وبالمعنى. وين يعني عارف بقى اللي هو ايه، ما اقدرش اقول هاد والبي بي دايما، ما اقدرش يعني، فاهم؟ وين بالمعنى. طب تعال نشوف وين. انا رجعت الكتاب اللي انا لما قريته، ما هو رجعته لما انا قريته. وين بالذات التعامل بالمعنى. افتر اهو ما فيش فاعل graduating، وانا هادري كتبت الخطاب بعته حدث تاني. تمام. I نقط so I was nervous، عمري ما طرت قبل كده، ده حدث اول. طب ليه هنا until قبلها دي انتوا بعد كده هاد والبي بي. تمام. احاول اطلع جمله يكون فيها تفكير شويه كده. ادي يا سيدي افتر ذات، ما هي افتر غير افتر ذات. افتر ذات بص سيمبل. هافينج الجمله دي خدناها قبل كده. هافينج بيجي بعديها البي بي. هافينج بيجي بعديها البي بي. يجي اكتف يجي باسف، دي مش بتاعتي. هتبقى هافينج بين ايرن، وبعد ما الهدوم بعد ما التيشيرت اتكوى راح كذا هافينج بين ايرن. طب ليه ما خدتش هافينج ايرن؟ هو جاب لي المفعول هنا، هو جاب لي الحاجه اللي بتتكوي. هافينج كان هافينج كذا ايرن. فاهمين ازاي؟ بس وادي نو سونر في النص زي. مين ليه تعليق على قاعده البسط؟ اي جمله هنا، اي جمله ما عندك قول لي كده. ادي يونت 9 و10. تمام. طب حد ليه تعليق في الملزمه في الفوكاب مثلا في الاول نرجع لها، او الامتحانات اللي تحت؟ نبدا بالامتحانات اللي تحت لو عندك حاجه. تمام كده. طيب نخش على الملزمه الثالثه بقى. الملزمه الثالثه برضه هبدا بالجرامر واحكيه سريعا كده، وبعد ما احكي الجرامر شوف انت عايز ايه وهكذا. تمام. الجرامر بتاع النهارده كان الدرس بتاع هو وهوم وويتش، وفي نصيحه يا جماعه، او تحديدا من 4 ل5 نصايح كده. اول حاجه نصيحه في الحل. لما يجي لك درس بتاع هو هوم وويتش عايزك دايما تبص قبل وبعد الاقواس. قبل الاول بعد كده بعد. طبعا بديهي انت هتقرا الجمله، بديهي انت هتقرا الجمله، طبيعي هتقرا الجمله، ما اختلفناش هتقرا الجمله. بس انت قبل اقواس لو عاقل يعني جنى، وبعد الاقواس فعل، هتنفع هو او ذات، ما اختلفناش. طيب لو قبل اقواس عاقل وبعد الاقواس جمله كامله، اذا ده مفعول. هو وهوم وذات صح. يبقى تاني، قبل اقواس عاقل بعد الاقواس فعل هو او ذات. قبل اقواس عاقل بعد الاقواس جمله كامله، هو وهوم وذات شغاله. تمام. طب لو قبل اقواس غير عاقل غالبا ويتش. غالبا ويتش. طيب لو عندك قبل اقواس مكان خد وير، بس ده لو مفيش حرف جر. طب لو في حرف جر خد ويتش. لو عندك قبل اقواس وقت خد وين، بس ده لو مفيش حرف جر. طب لو في حرف جر
خد which. دي القاعدة الأساسية. whose ملكية، دي القاعدة الأساسية. قاعدة حروف الجر، مين بيحب ومين بيكره حروف الجر؟ في 3 روابط ما يفرقش معاهم حرف جر، قبل بعد شغال. whom whose which شغال، حرف جر قبل بعد يبقى whom whose which، حرف جر قبل بعد شغال مفيش مشكلة، شغال مفيش مشكلة، شغال مفيش أي مشكلة خالص. يبقى خلي بالك whom whose which ما عندهمش مشاكل في حروف جر. في روابط ما تنفعش حرف جر قبلها ينفع بعديها. تمام؟ يعني هو ذات اوعى تختار ما في حرف جر قبل اقواس، بعديهم شغال. في روابط اعداء حروف الجر، وير وين اعداء حروف الجر، يبقى في 3 مش فارق معاهم بيعشقوا حروف الجر، في 2 ما ينفعش قبليهم، في 2 ولا قبل ولا بعد. شويه حاجات كده تانية هنضيفها. اوعى تختار ذات مع الجمل الاعتراضيه. يعني ايه جمله اعتراضيه؟ نون اسينشال كوما وكوما، في 2 كوما ما ينفعش ذات، في 2 كوما ما ينفعش ذات. تمام؟ تمام. في حته تانية بختار ويتش لو بتدل على جمله كامله، بختار ويتش لو بتدل على جمله كامله. تمام؟ يعني ايه جمله كامله؟ هقول لك الاول. علي has insulted me، علي اهني كوما which made me angry. فبتعرف الجمله الكامله من المعنى ووجود الكوما، من المعنى ووجود الكوما، المعنى ووجود الكوما. يبقى بعرف ان دي جمله كامله من المعنى ووجود الكوما، المعنى ووجود الكوما، المعنى ووجود الكوما. اتفقنا؟ المعنى ووجود الكوما. اتفقنا كده؟ زي الفل، حاجه زي الفل، مفيش مشكله والدنيا لذيذه كده، مفيهاش اي حاجه خالص. تمام. تعالى يا سيدي بقى نخش على النقطه الثانيه. خلينا ماشيين واحده واحده كده، ادينا بنظبط الدنيا على مهلنا واحده واحده. تمام؟ طيب تعالى نجرب مع بعض. يعني مثلا الجمله الاولى دي، بص يا سيدي، بوي عاقل، بعد الاقواس فعل هو، والله لو في ذات كانت تنفع. في حرف الجر ويز، باي باي ذات وهو، حرف جر قبليهم غلط. وير وهم، لا هم الافضل، الولد بتروح معاه. ات واز مصطفى فتحي، ادي عاقل وفعل يبقى هو، ولو في ذات شغال. ما تقوليش هو از بقى، هو از كورت زمن ايه. الروم اوتل، حجره اللي حجزناها ويتش بيتكلم على شيء. هنا ماي فريند علي، ادي كوما وكوما، باي باي اهو، مش هفكر فيك الاساس. لكن هوز بوك ده انا فكره لغيت هو من غير ما ابص للمعنى. ليه؟ جمله اعتراضيه، باي باي اهو على طول وش كده. باي باي يا سوري يا ذات، سوري يا ذات، لو ذات موجوده، لكن هو هنا مش هتنفع لانه هوز. كان قصدي ذات. سالت عن خدت البنت رجلها، هوز، مفيش مشكله خالص. اي ورك فور فاكتور، شغال تبع المصنع اللي بيعمل، المفروض ويتش، مفيش ويتش يبقى ذات. تمام؟ بس اللي عايز حاجه بقى يقول. تعالى بقى نحل رقم 17. ليه خدت ويسو؟ اولا من الغباء ان انا اخد ذات معاها ات، ويتش مع ات، مش ممكن ويتش يبقى فيه ات. طب يا مستر ويسو ات، ما اهي ويسو ات اهي. تمام؟ مفيش ويتش. بابا انا هقول لك على حاجه، معلش قاعده رب تفتكرها. في حاله المفعول ركز كده، يجوز ان انا اجيب ضمير الوصل او ما اجيبش. يعني ذا ماتش ممكن نقول ذا ماتش ويتش وي سو وزن تنس، او ذا ماتش وي سو. يعني هنا اصلا في ويتش محذوفه بس اكنها موجوده، اذا وي سو. يبقى اذا اوعى تختار ويتش ومعاها ات، اوعى تختار ويتش ومعاها ات، تختار ذات معاها ات. طب ليه ما خدتش رقم سي؟ لان في ويتش محذوفه بس احنا حاسبينها لسهوله الكلام، لكن هي موجوده. اللي عايز حاجه من الجمل دي قول لي. انا قلت يعني الرول الاساسي او الحاجه الاساسيه. اللي عايز حاجه هنا يقول. رؤى اتفضلي. رؤى رقم كام؟ 11. سؤال 11.
11 بتقول عندك حق يا رؤى which. معلش سوري، دي which يا جماعة لأن في حرف الجر at. لا هي صح which، معلش حولان في التصحيح دي which، لأن احنا قلنا في مكان اخد where بس لو مفيش حروف جر. طب في حرف جر اخد which، لا هي دي معلش عدلوها، هي مين which. فعلا صح، انت صح. طب ايه تاني رؤى؟ ها بس ممكن برضه سؤال 23. 23 she received some news which made her unhappy. طب عايز تختاري ايه؟ لا هي صح، بس انا كنت عايزه اعرف هو ايه الفرق ما بين which و that لو كان الزمن صح. لا ما هو بصي، بغض النظر عن الجملة دي which بيساوي ذات تماما، لكن في حاجات مش ينفع فيها ذات. طب امتى؟ مثلا لو هنا كان في that which موجودين في الاختيارات بس ذات من كنت غير اقدر من غير اختار اي واحد. من غير هاز هنا. من غير. لا بس في كومه منسيه هنا. تمام، مش هتنفع حتى ذات. تمام. ليه؟ لو المعلومه بتشيل لي جمله كامله بنستخدم which ولا ذات؟ معايا رؤى؟ تمام. which يعني مثلا she insulted me which made me angry. يعني حتى هنا يعني انا هنا ممكن استخدم ذات which. انا كان ممكن انا في جمله اجيب لك ذات which، لكن لو في جمله كامله بستخدم which، ما ينفعش ذات. اجيب لك جمله فيها الاثنين صح. دي ذا نيوز، دي الاخبار which I heard او ذات I heard، الاثنين هنا صح. لكن هنا حتى لو ذات لوحدها مش هتنفع. ليه؟ لو في اشاره لجمله كامله فتبقى which مش ذات. معايا رؤى؟ تمام. يعني اشاره لجمله كامله which بس، لكن this is the news which او that I heard الاثنين صح. تمام. طيب يلا اللي عايز يختار حاجه هنا برضو كده. تمام. الكوتشن تاج. الكوتشن تاج ما تنساش ان الكوتشن تاج اساسا ليه شويه رولز كده. هو اولا معناه اليس كذلك، اللي هو باللغه العربيه بتاعتنا كده او اللغه العاميه، مش كده برضو. الكوتشن تاج اثبات بجيب نفي، نفي بجيب اثبات. تمام. الكوتشن تاج بيعتمد على الاختصار. تكتب لي is not لا هي isn't، are not لا هي aren't، don't have لا هي don't. لو عندي اتنين جنى ورؤى بقول زي. تمام. القاعدة الأساسية لو عندي تصريف أول من غير اس بنفي بدونت، بإس doesn't، تصريف تاني didn't. فيرب تو هاف لو أساسي don't، مساعد haven't. has أساسي doesn't، مساعد hasn't. had أساسي didn't، مساعد تمام hadn't. الأفعال الناقصة is بتنفي isn't، are تنفي aren't، will تبقى will، want can تبقى can't، shall تبقى shan't. ما اختلفناش. في شوية حاجات كده اختصارات. بص I would rather إذا مع rather would، had better إذا مع better had، يبقى rather would better had. ما تنساش كلمة someone و everyone و no one و nobody والهيصة بتاعت one. يعني everyone is here، الكويشن تاج بتاعها aren't زي. ليه يا مستر؟ أصل يا بابا everyone تتقلب لزي، زي تاخد ار، لذلك دايما أقول لك اقلب everyone لزي، شوف زي تاخد مين. طب اسمع الحتة اللي جاية دي. someone comes here don't زي. ليه؟ someone قلبتها لزي، زي تاخد doesn't؟ لا don't. تمام. في عندك تمام شويه حاجات بتنفي. النفي بنوت ممكن تنفي. في عندك كلمات بتبقى في كلمات في نفي، نيفر نفي، هارد نفي، سكيرس نفي. تمام. في عندك ليتل نفي، نايدر نفي او نيدر نفي. ما تنساش ان في حاجات محفوظه I am aren't I let's shall we. ما تنساش ان الجمله الامريه بتنفع كذا حاجه open the door will you shall you can you الى اخره. حاولت اقول الحاجات الاساسيه. اللي عنده استفسار في الجمل بتاع الكوتشن تاج دي كده.
يعني اول حتى 11 جمله. انا قلت الحاجات الرولز الاساسيه اثبات نافي، اللي هو الحاجات اللي هي ايه اللي تعديك، يعني اكيد مش شرح تفصيلي بس اللي تعديك. مم. يعني مثلا neither هنا نفي، يبقى did they يعني. تمام. went nowhere نفي، يبقى did you. there are aren't they. I am aren't I. let's shall we. الموضوع منتهي، صح. ادي هنا better had rather would. rather اهي، لا سوري rather، يبقى هنا would انتهي. rather دي مش محلوله. هنا is isn't الاختصارات، وهكذا. حد عنده اي استفسار في الكوتشن تاج؟ جمل كوتشن تاج، اتفضلي يا رؤى. سؤال 11 بس هو هنا فيه not. هنا في ايه؟ سوري ما خدتش بالي من النفي يا رؤى. would he، صح. النفي هنا بتاع rather not، صح. انا قريت لغايه rather ووقفت، صح. تمام. طيب. الدرس بتاع الكوتشن تاج بتهيألي كنا عاملين ورق لذيذه فيه كده، مفيش مشكله فيه خالص، بس انا حاولت لان برضو ايه خدنا الحصه مسجله فبامن معاك، يعني بامن الدنيا اكتر. تمام. الادجكتيف والادفيرب. تعال احكي لك يا سيدي الادجكتيف والادفيرب باختصار. الادجكتيف اللي هي الصفه. بتعرف ان الكلمه دي صفه ازاي؟ اكيد من المعنى، واكيد من القاعده اللي بيجي بعد فيرب تو بي، بعد فعل زي become زي get وفيل، اكيد صفه. بيجي قبل او بعد الفعل adverb. يعني يا مستر he is quick دي صفه، he seems quick صفه. طب يجي بعد الفعل او قبل الفعل adverb he runs quickly. اذا لو لقيت verb to be، لقيت seems هاخد صفه، لقيت اي فعل هاخد مين؟ adverb. تمام. في عندك كلمات بتيجي صفه وظرف، يعني hard صفه وظرف. يعني لما اجي اقول she is hard يبقى دي adjective، she works hard اكيد adverb. في عندك fast صفه وظرف، she is fast adjective، she runs fast adverb. في عندك late، she is late adjective، she comes late adverb. تمام. طب ايه الفرق مثلا ما بين late و lately؟ late متاخر، lately حديثا. يعني انت هتتعاقب عشان انت came late جيت متاخر، لكن lately حديثا الحكومه افتتحت كذا. تمام. وصلت؟ ده بالنسبه للادجكتيف والايه والادفيرب باختصار. طيب. هنا يعني قول لي بقى انت عايزين ايه هنا في هنا كده، وخلينا نقاش ونشوف هنا في الجمله لغايه الجمله رقم 33 في اجابه مش عاجباك. اي اجابه مش عاجباك في دول. اوكي. تمام. يعني تمام، وسمعتوا الحصه تمام الادجكتيف والادفيرب. طيب تمام. طيب بالنسبه للامتحانات دي كان في استفسار، بعد كده نرجع الفوكاب. لسه نشوف امتحان الحصه برضو نتناقش فيه. الامتحان هنا طيب الفوكابلري بتاعت الحصه الثانيه هنا كده. تمام. طيب امتحان الحصه يعني انا جيت ابص عليه، مش فاكر بصيت امتى بصراحه. النهارده بس لقيت رؤى وحد تاني مش فاكر مين، يعني هو يا 2 يا 3 منكم بس في امتحان الحصه. فهل انتم مزنوقين؟
مش ذاكروا ولا ايه بالظبط مش عارف. امتحان الحصه رؤى الامتحان ليكي درجه، كان في جمله محلوله غلط فانا زودتها عندك هنا. يعني مثلا هنا الجمله دي سلايتلي مور، لا هي سلايتلي مور، معلش انت صح، دي فيها غلط، هي سلايتلي مور. يعني انت ليكي درجه، حتى تلاحظ ان انا هنا رحت ايه مزودك درجه فين في الاسم، يعني اديتك درجه هنا سلايتلي مور. طب انتوا ما لحقتوش تمتحنوا ليه يا جماعه؟ عمر خيري ما امتحنتش ليه؟ محمد عبد الرازق ما امتحنتش ليه؟ انا مستر امتحان امتى؟ امبارح بعد صلاة الجمعة طب كده. كتبت اسمك؟ كاتب اسمك؟ كاتب اسمه اهو. مم. محمد عبد الرسول امتحنت؟ لا يا مستر والله. طب ليه؟ كان بيبقى عليا بتاع مراجعتين في اليوم، كنت باجي بالليل ببقى تعبان ما كنتش قادر والله. محمد اوعى تكون كسلت الفترة الأخيرة دي يا محمد. لا والله ما كسر. عمر خيري عمر خيري. محمد أسامة ما لقيتش امتحاناتك ليه يا محمد أسامة؟ يا محمد أسامة. محمد أسامة. حضرتك يا مستر. لا الصوت ضعيف جدا، يكاد يكون يعني ايه سمعه كده بسيط قوي. طب ثانية واحدة بس أوصل السماعة وكلم، ثانية واحدة بس أوصل السماعة. جانا ما امتحنتيش ليه يا جانا؟ ما شفتش امتحانك. لا يا مستر امتحنت، بس امتحنت النهارده. امتى؟ النهارده. متأخر يعني الساعة كام كده؟ لا متأخر على المغرب. ممكن انا بصيت الساعة 4 او 5 يعني مم. او 6 حاجة زي كده. لا 5 تقريبا. طيب هو مستر ريجي كان منزل لكم رؤى امتحانين ولا 3 امتحانات؟ 3 يا مستر. ده أنهي امتحان فيهم يا رؤى معلش؟ ده الامتحان اللي كان على ال4 يونت، اصل اللي هو ال9 اه 11 و 12. اصل انا الامتحان ما يكونش فيه تفاعل عليه ما بعرفش اجيبه. يعني مثلا عندي امتحانات كتير بس بخش الاقي الامتحان ده فيه رؤى وجنى، اعرف ان انتوا كده يعني. ففي امتحانات ما اعرفش اجيبها ما فيهاش تفاعل. طب دي تمام. امم alternative sources. مستر اتفضلي. السؤال اللي أنا غلطت فيه اللي هو بتاع لانشد. فين ده؟ ما شفتوش. كان رقم كام؟ لا مش فاكرة بصراحة، بس هي لانشت دي صح، اطلق. لانش التانية دي جايه من كلمة لانش غدا، لا انت صح. لا الأخيرة لانشت اللي هي لانش LAUNCH. أطلق هجوم متعمد على الأكاديميك توريزم هنا على النقد. أطلق صح. يبقى كده ليك درجتين كمان، درجة كمان. تالي القطعة متظبطة مفيش مشكلة خالص. يعني مثلا كان عندي سؤال في الجرامر، بس انا عشان اللاب فصل وانا عبال ما حطيت الشحن كنت تمام. حضرتك الجرامر عديته بس. بتاع الامتحان ده ولا بتاع الامتحان ده. اه
انا واحده جانا كده. كان في سؤال بيقول تقريبا سارة مش عارفة وايه who is younger او who is the youngest او حاجة كده. لسه معدي علينا. شكلي اخترت يونجست صح؟ انا اخترت the youngest. تولد؟ ازاي مستر هتبقى younger من غير ما يكون في ذا؟ قصدك على دي تولر؟ لا مش دي اللي قبله. ايوه هي دي. طب عايز تختاري ايه؟ انا عايزه اختار the youngest لان younger هنا ما تنفعش لان ما فيهاش ذا. يعني اقول لي who is younger عادي من غير ذا. بجيب ذان. لا من غير ايه، معلش عيدي تاني. ذا قبلها. عادي هو از يونجر. تمام. عادي ماشي. تمام. وكان في برضو جملة تاني بتاعت لانش تقريبا او دي غلطة هنا، دي الأخيرة. دي برضو غلطة. دي غلطة، حتى صحتها مع رؤى دلوقتي، هي لانش دي تمام. الأخيرة. ليكي درجة كده. تمام. أطلق. كان عندك يا رؤى حاجة في القطع هنا ولا؟ بس الجملة نفسها أصلا مكتوبة في قطعة. people are not if they try to drop into Niagara river. مكتوبة كوت ولا كيلد؟ كانت مكتوبة injured و killed في الآخر كده فقط. لا كانت مكتوبة ان هم اتقبض عليهم arrested. كانت في اخر القطعة. بس اعتقد كان مكتوبة arrested تقريبا يعني. هي اخر حاجة خالص. others have tried sorry have been badly injured or killed and often طيب مالكم عايزين ايه؟ طيب فين يا جنى دي؟ هو الإجابتين كده صح فإيه؟ ما هو هنا have been badly injured، أصاب بشدة. تمام؟ أصاب بشدة. فما تجيش هنا تقولي لي اتمسكوا. فاهمة؟ إيه أنا قلت killed. هي كيلد. سوري. ده انا بحسب انا العكس. لا هي كيلد. انت صح كيلد. ده انا بحسب ان انا اللي حط على كيلد وانت اللي حط على كوت. لا صح كيلد. تمام. او بادلي انجرد يعني. تمام اللي هو هنا موجوده. لا صح ليكي درجه، يبقى انت كده فول مارك كده. ده هي كده. وبالنسبه للترجمه اهي. بالنسبه مستر وايه الفرق بين ايرا وايدج؟ ما بين ايرا وايه؟ معنى كلمة عصر في اخر حاجة في الترجمة. الاولى ولا الثانيه؟ لا الثانيه. انا سأعيش في عصر طبعا في عصر. لا هي ايرا حقبه، والحقبه هي 10 سنوات. العصر ده ممكن يمتد العصر المملوكي يقعد 200 سنه 300 سنه. طب انت اخترتي ايه؟ ان ايج؟ طب انت اخترتي ايه؟ انا اخترت ايدج. انهي واحده؟ اخترت اللي هي تقريبا سي. We are now living in an age. لا هو هي هنا قصدر يعني حقبة مش عصر. لا يعني لا مستر هو في اختلاف تاني. في ايه؟ مكتوب لا مكان للكسل. هنا بيقول is a place for laziness. وليزنس كمان كسل كمان. سوري كمان أصلاً. كسل ما كملناش هنا. تمام. بس انا كمان كلمة إرادي انا حاسسها احسن كمان يعني. احنا في حقبة تطور. تمام. يعني حاسسها كمان افضل يعني. تمام افضل يعني. ايه تاني هنا؟ رؤى الامتحان التاني ده كان فيه مشكلة، ما عرفش اوصل له. كان فيه مشكلة؟ اللي هو بتاع الشمس. ما هو ما ظهرتليش الدرجة.
يبقى انا اصلا ما علمتوش طب في حد امتحن امتحان الشامل تاني يا جماعه؟ انا ما بصيتش عليه بصراحه. مين امتحن امتحان الشامل تاني؟ مستر انا فتحته يا مستر، كنت حاسه ان فيه غلطات كتير فما كملتوش اصلا، لان انا كان الاسئله نفسها مش واضحه. كان في الاول مش عارفه، اللي قابلت كذا كام سؤال كان اصلا النقط مش موجوده، فما فهمتش اصلا هو عايز ايه. كان برضو كده يا رؤى؟ لاحظت كده؟ تقريبا كان في سؤالين كده. كان في سؤالين. طيب كان في اس صح؟ بس انا ما علمتوش بصراحه، ما وصلتلوش. كان في كان عن ازاي نطور المدارس تقريبا في مصر. تمام. اصل انا هقعد ادور عليه دلوقتي هياخد وقت. انتوا بالنسبه لكم كان في اسئله طب معينه شاكين فيها لغايه ما اعلمه وابعته لكم؟ ولا تستنوا؟ وانا ما عنديش مشكله بصراحه. ماشي، لحظه كده، لحظه هقفل بقى كده وبتاع.